انا عملت ربع مليون جنيه وانا لسه في الكليه وما اتخرجتش. بص عشان اكون صريح معاك، انا ما بحبش النوع ده من المحتوى، وانا اصلا كنت متردد ان انا اعمل الفيديو ده، حتى لو تلاحظ هو اتاخر على ما ينزل عن التشانل، بس عشان انا ما كنتش عايز ان انا اتفهم غلط من الناس او اكون من الناس اللي هي بتبيع الوهم او بتوعدك بفلوس كتير وهي مش حقيقيه. بس بصراحه انا قررت اعمله علشان هدف تاني غير الفلوس. قررت اعمله علشان احكي لك قصتي، وعشان تبقى عارف بالظبط انت بتتفرج على مين، ولو انت حد عامل لي سبسكرايب وبتتابع فيديوهاتي تبقى عارف بالظبط انا مين وقصتي ايه. ايوه انا عملت ربع مليون جنيه بالظبط، عشان اكون دقيق 240,000 جنيه، وكلهم من على اللابتوب وانا قاعد في اوضتي، وكان ممكن اشتغل من اي مكان في العالم. بص انا كده ظهرت لك الجانب اللي 99% من صناع المحتوى بيظهروه دايما في الفيديوهات بتاعتهم. ممكن بقى اكمل تفاخر او فليكسنج واقول لك انا قد ايه جامد وعملت فلوس كتير والكلام ده، بس زي ما اتفقت معاك ده مش هدفي ودي مش شخصيتي. انا في الفيديو ده هحكي لك القصه بالظبط، هوري لك الجانب اللي معظم صناع المحتوى مش بيظهروه، وهقول لك انا ازاي عملت كده وازاي انت كمان تقدر تعمل كده. انا وانا بكتب سكريبت الفيديو ده كنت متحمس جدا، لان انا بظهر شخصيه او حاجه حقيقيه فيا اول مره اظهرها قدام الكاميرا، واول مره اشارك فيديو بحكي فيه فعلا قصتي وتجاربي. فيلا بينا نبدا واقول لك انا ازاي عملت الفلوس. طيب بص يا سيدي، اول حاجه هقولها لك اللي هي اغلب صناع المحتوى اللي بيعملوا نوعيه الفيديوهات زي انا عملت كذا وانا عندي كذا والكلام ده، اغلبهم مش بيقولوا الحاجات اللي انا هقولها لك دي. اول حاجه هقولها لك ان معظم الفلوس اللي انا عملتها دي هي حقيقيه وانا عملت الارقام دي، بس معظمها كانت بشراكه او بشغل مع ناس تانية. يعني مثلا انا كنت بعتمد على طريقه الوايت ليبلنج، ان انا اجيب كلاينتس عندي في الايجنسي. انا شرحت الطريقه دي قبل كده في الريلز عندي، فلو انت مش عامل لي فولو على انستجرام روح اعمل فولو وشوف الفيديوز دي. بس ببساطه الوايت ليبلنج يعني ان انا بتفق مع شركه ان هم يجيبوا لي كلاينتس لحد عندي ويكونوا متفقين معاهم على البروجكت وعلى السعر وعلى كل حاجه، وانا بنفذ بس المطلوب مني في السيرفيس دي. في المقابل هم بياخدوا نسبه وانا باخد نسبه. المتعارف عليه او اغلب الشغل بيكون 50 50، يعني الشركه اللي بتجيب لي الكلاينت وتتفق معاه على السعر وعلى الشغل وعلى كل حاجه بياخدوا 50% من الفلوس وانا باخد 50% من الفلوس. فلو مثلا البروجكت كان ب 1000 دولار اللي هو 50,000 جنيه، فانا بيدخل لي جيبي 25,000 جنيه بس. فانا ممكن اطلع اقول انا عملت 50,000 جنيه في اسبوع واحد بس مثلا 50,000 جنيه دي فيها 25 رايحه للشركه، ولو انا كان معايا حد من التيم بيشتغل على البروجكت ده وهياخد مبلغ وليكن 10,000 جنيه، يبقى انا كده داخل لي 15,000 جنيه بس، مش 50,000 جنيه زي ما انا عملت فيديو قلت فيه ان داخل لي فيه 50,000 جنيه. بس اغلب صناع المحتوى بيستخدموا النوعيه دي، مش بيوروك الجزء الكامل من الشغل عشان بس يعملوا هوك او جذب للمشاهد ان هو يكمل الفيديو. ولكن انا هكون صريح معاك تماما في الفيديو ده. تاني حاجه هقولها لك ان المشاريع اللي بتكون بحجم كبير وبيكون فيها شغل كتير وبتكون فعلا بفلوس وارقام كبيره، مستحيل او صعب جدا ان انا اشتغل عليها لوحدي. مش عشان انا ما بعرفش اعملها، لا انا هقدر اعملها لوحدي عادي، بس ليه مثلا اقعد على بروجكت 10 ايام او 14 يوم بشتغل فيه لوحدي واتجاهل اجزاء تانية في حياتي زي مثلا صناعه المحتوى اللي انا بعملها سواء على اليوتيوب او الريلز او دراستي. لو انا كنت لسه بدرس، انا دلوقتي متخرج، انا بكلمك دلوقتي والنهارده كان مشروع تخرجي فالحمد لله انا اتخرجت يعني. بس القصد من كلامي ليه هشتغل لوحدي واضيع وقت عشان بس مجرد ان الفلوس كلها تبقى ليا لوحدي. فالمايند سيت بتاعتي ان انا هجيب ناس معايا في التيم، ههاير الناس معايا في الايجنسي يشتغلوا ويعملوا البروجكتس دي، في المقابل انا هديهم الريت بتاعهم او السعر اللي هتفق معاهم عليه، والباقي هيكون بتاعي. فبرضه فعليا السعر اللي بتفق عليه في البروجكت مش بيكون كامل داخل جيبي. ثالثا وده الاهم، ان الرقم الكبير اللي انا بقول لك عليه ما جاش في يوم وليله. يعني مثال عليا التجربه الشخصيه بتاعتي، انا اول شغل واول فلوس اونلاين عملتها كانت في شهر سبتمبر 2023 من على منصه ابورك بتاعه العمل الحر. جات لي شغلانه واحده خدت مني شغل بالظبط 3 ايام وعملت اول 100 دولار في حياتي. من بعدها فضلت سنه و3 شهور كاملين بعافر عشان اعمل فلوس، وعملت في السنه و3 شهور دول 1000 دولار يعني 50,000 جنيه. وفي اخر 6 شهور بس من السنه عملت 190,000 جنيه. فانا ممكن هنا مثلا اطلع واقول انا عملت 190 او عملت 200,000 جنيه في 6 شهور بس في الواقع انا عملت 250,000 جنيه في 3 سنين. فانا هنا ركزت على الجزء الايجابي اللي جه بعد تعب ومجهود، وبيكون تعب تراكمي اصلا، انت عملت مجهود تراكمي عشان تعرف توصل للرقم ده في المده دي. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده وليه بكشف الحقائق اللي مش كل الناس بتقولها؟ بصراحه عشان انا في يوم من الايام كنت مكانك، كان نفسي جدا ان انا اعمل فلوس اونلاين. كنت بتعب وبعافر وبتعلم في الكورسات، وكل يوم بصحى من 8 الصبح وكل الناس نايمه وما بخرجش مع اصحابي، وبقعد اتعلم واشتغل واعمل كورسات واعمل اوت ريتش وابعت لناس. ومثلا بعد مده 3 4 شهور اجي احصد بقى النتائج او اراجع انا عملت ايه، الاقي ان دخلي ساعتها صفر، ما اشتغلتش مع كلاينتس، مفيش حد رد عليا، ما عملتش فلوس. فكنت بحس بيأس واحباط جدا، بس في نفس الوقت كان في حاجه جوايا مؤمنه ومصدقه ان انا هوصل لده في يوم من الايام، بس اكيد في مشكله معينه انا مش واخد بالي منها. فكنت بركز ان انا احل المشكله دي واوصل. فبعد الحمد لله ما ربنا كرمني الحمد لله ووصلت لحاجه انا راضي عنها جدا، مع ان دي مش النهايه، ده بالعكس دي البدايه. انا ان شاء الله لسه قدامي كتير احققه. بس بعد ما وصلت للنقطه دي حسيت ان هو واجب عليا اطلع واعرف الناس اللي لسه في المرحله اللي انا كنت فيها من سنتين ولسه بتحاول ولسه بتعافر عشان توصل لهدف عندها، ده واجب عليا اوضح لك الحقيقه. ولو انت كنت مكاني فعلا وحسيت بيأس واحباط، فانا عشان كده طالع احكي لك قصتي اللي انا كنت بمر بيها بالظبط وكنت مكانك، واقول لك ازاي تعدي من المرحله دي وتوصل لمرحله ثانيه احسن. طيب زي ما اتفقنا انا هعرفك عن نفسي اكتر في الفيديو ده، فتعالى اقول لك قبل ما اقول لك انا ازاي عملت الفلوس دي، هقول لك انا ليه عملتها وليه بدأت وليه رغم لحظات اليأس والإحباط
كنت باكمل عشان انا كان عندي هدف عايز اوصل له، وعندي رؤيه وحاجه انا شايفها لازم ان شاء الله بتوفيق من ربنا ان انا اوصل له. فتعالى اعرفك شويه معلومات عن نفسي الاول. انا اسمي احمد الطلخاوي، انا الحمد لله النهارده اتخرجت من هندسه المنصوره، وحققت هدف كبير جدا غير الهدف المادي او الفلوس بتخرجي من الكليه. والهدف ما كانش مجرد التخرج، الهدف كان ان انا اخلص كليه هندسه في 4 سنين بس مش 5 سنين. طبعا انت عارف ان كليه هندسه بتبقى 5 سنين دراسه، ولكن انا كنت بدرس بنظام الساعات المعتمده، وهو باختصار ان انا بسجل عدد المواد براحتي، المواد اللي انا اقدر عليها. يعني بدل ما زمايلي او دفعتي بياخدوا في الترم الواحد 6 مواد، لا انا كنت باخد 8 مواد. وفي الاجازه او في السمر او في الصيف كنت باخد مواد زياده من السنه اللي بعدها علشان الحق اسجل مواد اكتر واخلص اسرع. وعشان كده قدرت ان انا اخلص كليه هندسه في 4 سنين بس مش في 5 سنين. وده كان هدف كبير وهدف صعب، خصوصا في كليه صعبه زي كليه هندسه، بس الحمد لله بتوفيق من ربنا قدرت ان انا اعمل كده. طيب فانا قلت لك ان انا عايز اتخرج في 4 سنين بدل 5. تاني حاجه بقى ان انا اصلا اكتشفت بعد ما فكرت مع نفسي وسالت ناس وشفت فيديوهات على اليوتيوب ان للاسف انت في الدراسه الاكاديميه او في الجامعه للاسف انت ما بتتعلمش اي مهارات تقدر تشتغل بيها. يعني حرفيا كليه زي كليه هندسه مثلا 5 سنين، هتقعد 5 سنين بتدرس، بعد ما بتتخرج وبتنزل السوق الفعلي علشان تشتغل بتكتشف ان انت لازم تتعلم كل حاجه من الصفر. انت ما بتاخدش اي حاجه في الكليه تقدر تشغلك او تبقى مهاره للشغل عندك. والكلام ده للاسف انا اتصدمت بيه في الواقع في اول سنه ليا، سنه كامله في كليه هندسه اللي هي بتاعت اعدادي. المفروض ان انا هندسه تخصص ذكاء اصطناعي هنا في المنصوره. اول سنه كامله ترم اول وترم تاني انا بدرس فيزياء وكيمياء ورياضه 1 ورياضه 2 وكهرباء وانتاج ورسم، بدرس كل حاجه ما عدا الذكاء الاصطناعي او البرمجه اللي انا اصلا داخل عشانها. قلت اكيد مش منطقي ان انا اقعد سنه كامله بدرس حاجات تانية خالص غير التخصص بتاعي عشان في الاخر اقعد 5 سنين بدرس الحاجه اللي هتشغلني، مع ان هي في الواقع حتى مش هشتغل بيها. دي في السنه كامله دي اللي انا هضيعها هدرس فيها فيزياء وكيمياء ورسم، اقدر فيها اتعلم مهاره وانزل اشتغل بيها وتدخل لي فلوس. ده كان تفكيري ساعتها. دي كده المرحله الثانيه. انتقلت منها للمرحله الثالثه ان انا ادور على حاجه او مهاره اتعلمها عشان اقدر اشتغل بيها واعمل فلوس. جينا للمرحله الثالثه، بدات ان انا فعلا اشوف المهارات اللي انا هبقى حابب اتعلمها، افرش المهارات كده قدامي سواء جرافيك ديزاين، ميديا باينج، مونتاج، برمجه ويب سايتس او AI. بس قبل ما اتعلم المهارات حتى بدات افكر مع نفسي، وانا بعد ما اتعلم المهاره بعد كده عايز اشتغل بيها ازاي او اعمل ايه. بصراحه بيني وبينك انا مش من الناس اللي بتحب او كنت بشجع حته الوظيفه. كل واحد حر طبعا وكل واحد ليه تفكيره ومفيش حد صح والتاني غلط، بس انا شخصيا ما كنتش حابب ان انا ابقى موظف او بشتغل في وظيفه مثلا من 9 ل 5، ومهما اشتغلت ومهما تعبت كده كده هاجي اخر الشهر هاخد رقم ثابت. مش ده اللي انا كنت عايزه، مش ده اللي انا كنت حاسس ان انا هيبقى مكاني فيه. فبدات ادور على حاجه تانية غير الوظيفه، ولقيت العمل الحر او الفريلانس. فانا هنا كنت بشتغل ان انا اتعلم حاجتين مع بعض بالتوازي، بتعلم العمل الحر والفريلانس وازاي اقدر اشتغل فيه واعمل منه فلوس، بتعلم المهاره التقنيه نفسها. ما كنتش لسه اخترت الاي اي لان انا كنت شخص بحب البرمجه عامه، ما كانش عندي فكره عن الاي اي، بس على الاقل كنت عارف ان انا هتعلم برمجه مش ميديا باينج او مونتاج او اي حاجه تانية. فبدات ان انا اتعلم اساسيات البرمجه واحده بواحده، اتعمق لحد اما جينا في اواخر 2022 ظهر شات جي بي تي، حاجه غيرت وهزت العالم كله. بدات اسرش واعرف ايه شات جي بي تي ده، عرفت ان ده حاجه اسمها اي اي او ذكاء اصطناعي، ومن هنا بدات اتعلمه واحبه. كده انا خدتك معايا للمرحله الثالثه اللي انا فيها بتعلم مهاره الذكاء الاصطناعي وبتعلم العمل الحر. المرحله الرابعه بقى ان انا بعد ما بدات اتعلم ويبقى عندي مدارك ووسعت الثقافه بتاعتي، بدات احس ان انا عايز اعيش حياه عامه فيها حاجه واحده بس وهي الحريه. الحريه هنا مش بمعنى ان انا اكون حر في ان انا اعمل حاجه غلط، لا، الحريه لنفسي. فبدات اتعلم واخد كورسات واثقف نفسي في الموضوع ده، واكتشفت ان انا عايز ابقى حر في 3 حاجات. اول حاجه ابقى حر مكانيا، انا مش عايز ان انا مثلا يكون شغلي ملزم بمكان معين، بشتغل في شركه او في مقر معين لازم كل يوم الصبح اروح اشتغل في المكان ده. افرض عوزت اسافر، افرض جالي حاجه طارئه، هل كده هوقف شغل ومش هشتغل خالص؟ فاكتشفت في حته العمل الحر لو انا مثلا هبقى فريلانسر بيقدم سيرفيس في الاي اي ان انا هبقى حر في المكان، فدي كده بقت تمام. تاني حاجه وان انا ابقى حر في وقتي زي ما قلت لك، عشان كده انا كنت ضد الوظيفه. انا مش عايز ان انا كل يوم يبقى ليا مواعيد شغل وليكن من 9 ل 5 انا في الوقت ده بشتغل بس، ما بقدرش اعمل اي حاجه تانية. لو في مثلا ماتش مهم مش هعرف اشوفه، حد كان تعبان عايز اروح ازوره مش هعرف في الميعاد ده، فانا هنا حاسس ان انا حريتي بتتسلب مني، انا مش هبقى شخص حر نفسي. وده كان تفكيري ساعتها. انما انا لما اشتغل زي ما بقول لك في العمل الحر او الفريلانس ممكن اوزع الوقت بتاع الشغل. يعني مثلا هم 8 ساعات اللي هشتغلهم من 9 ل 5 مثلا، بس انا اقدر اشتغل من 9 ل 11 بعدين اريح ساعه او ساعتين لو عندي مشوار، ارجع تاني اشتغل اريح واشتغل. وبدل ما كنت اخلص شغلي 5 ممكن اخلصه 10 بالليل مفيش مشكله، بس على الاقل انا وقتي ملكي. لو في يوم عندي فيه طاقه كبيره انا ممكن اشتغل 12 13 ساعه مش 8 بس، ولو في يوم طاقتي قليله شويه
ممكن اقلل عدد ساعات الشغل، وكل ده بمزاجي وبحريتي. وتالت حاجه وهي ان انا اكون حر ماديا، ودي بصراحه مش هكدب عليك كانت اهم حاجه عندي. ليه لما اروح اشتري حاجه لازم اقعد افكر واحسبها دي بكام، طب انا محتاجها قوي، طب ممكن استغنى عنها؟ ليه لما عاوز ان انا اجيب هديه لحد من اهلي او افرحه واقعد افكر واحوش عشان اجيب الهديه دي؟ ليه لما عاوز افصل دماغي او اطلع سفريه حلوه او اعمل حاجه حلوه مع اصحابي اقعد افكر واحوش واحرم نفسي من حاجه معينه؟ وليه دايما يبقى اخر الشهر دخلي رقم هو رقم واحد ثابت، مهما تعبت ومهما اشتغلت اكتر ومهما كان عندي الطاقه او الفرصه ان انا اشتغل اكتر برضه هاجي اخر الشهر هاخد نفس الرقم ده؟ فمن هنا جه مفهوم الحريه عندي، وان انا عايز يبقى شغلي او البيزنس بتاعي خاص بيا، اقدر اتحكم في المكان اللي هشتغل فيه، الوقت اللي هقعد اشتغل فيه، ويبقى بيعمل لي فلوس اكتر بكتير جدا من الوظيفه. بناء على كل الحاجات اللي شرحتها لك دي قررت ان انا لازم هزنق نفسي وهضغط نفسي في فتره شبابي، اللي هي الفتره اللي اغلب الناس بيحبوا يقضوها في السفر وفي الخروجات وفي الهلس والكلام ده، ان انا هزنق نفسي في الفتره دي ان انا اذاكر كويس جدا ان انا اقدر اتخرج في 4 سنين، واشتغل كويس جدا ان انا اقدر على الاقل لما اتخرج يبقى فعلا ليا دخل وليا فلوس، مش لسه بعد التخرج هبدا اقول يلا بقى هروح اشتغل فين وهعمل فلوس ايه. طبعا مش هكدب عليك وابين لك ان الحياه كلها وردي والشغل الحر ده كله مميزات وانت حر نفسك، انما الوظيفه انت عبد عند الوظيفه والكلام ده. كل حاجه في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. ربنا خلق كل واحد في شخصيه مختلفه وعارف هو هيكون حابب يمشي انهي طريق. طريق الوظيفه في امان اكتر، في استقرار، انت على الاقل عارف كل اخر شهر ان هيدخل لك رقم معين، لو عندك اقساط لو عندك حاجه معينه فانت الرقم ده هيجي لك اخر الشهر. انما طريق العمل الحر انت مش ضامن، ممكن شهر تقعد تتعب وتشتغل وتجيب اخرك بس مفيش كلاينتس او مفيش رزق، طبعا الرزق بتاع ربنا في الاول وفي الاخر، فتيجي اخر الشهر تلاقي نفسك ما عملتش فلوس خالص ما عملتش اي حاجه. وانا شخصيا مريت بالفتره دي كتير، وبالعكس ده ما كانش شهر واحد، ساعات بقعد بالشهور من غير ما يدخل لي ولا جنيه. ولكن ممكن في شهر واحد تلاقي ان انت مش ملاحق على الشغل، كلاينتس كتير جدا معاك كلهم بيطلبوا شغل وفي ارقام كتيره انت مش ملاحق تخلص كل ده، فده برضو عيب في العمل الحر. يعني مثلا في الجراف اللي قدامك او الرسمه اللي قدامك دي، ده الخط بتاع الصعود بتاع الوظيفه، هتلاحظ ان هو خط ثابت ومستقر، لكن في الجراف ده بيوضح الفلوس اللي انت بتعملها في العمل الحر، هتلاحظ ان الخط متذبذب شويه، شويه فوق شويه تحت، شويه ضرب فوق خالص، شويه كان ماشي بخط مستقيم ما فيهوش اي حاجه. فهو الاستقرار هنا اقل شويه، في ريسك اكبر شويه، ولكن هو ده الطريق اللي انا كنت حابه والطريق اللي انا اخترت ان انا اتعب فيه. طيب برضو عشان ما اطولش عليك، كفايه كلام عن نفسي وعن قصتي لحد هنا، وتعالى اقول لك انا ازاي عملت الفلوس دي في الوقت ده وازاي انت كمان تقدر تعملها. لو انت حابب فيديو كامل مخصص هكون بتكلم بس عن نفسي وعن رحلتي والعقبات اللي انا قابلتها والمشاكل والحلول وازاي عملت الكلام ده كله، اكتب لي في الكومنتس وانا ممكن اعمل فيديو كامل عن قصتي وعن رحلتي انا بس. ولكن دلوقتي عشان هدف الفيديو ده فتعالى اقول لك ازاي تعمل الفلوس دي. انا هديك خطه عمليه مكونه من 5 خطوات، لازم تمشي الخطوات دي بالترتيب، واوعدك بعد فضل وتوفيق ربنا طبعا ان انت لو عملت ال5 خطوات دول انت هتحقق ارقام عمرك ما كنت تتخيل ان انت ممكن تعملها. وال250 الف جنيه او الربع مليون اللي انا عملتهم هيبقى رقم قليل جدا بالنسبه للفلوس اللي انت ان شاء الله هتعملها في الفتره الجايه، وده اللي فعليا الحمد لله بفضل وتوفيق من ربنا المرحله اللي انا فيها دلوقتي. الفلوس اللي كنت مثلا من 3 شهور شايفها كبيره جدا ومستحيل اقدر اعملها، الحمد لله الحمد لله دلوقتي انا اقدر اعملها في اسبوع واحد. وكمان بقيت برفض كلاينتس ان انا مش قادر اشتغل معاهم بعده اسباب، سواء الكلاينت مش مناسب او الفلوس قليله او انا ما عنديش وقت اشتغل، وانا عمري ما كنت متخيل ان انا اقدر اوصل للمرحله دي غير طبعا بعد توفيق ربنا. اول مرحله ان انت لازم تعملها وهي اختيار مهارتك. ارجوك ارجوك ما تمشيش ورا الترند دلوقتي. في فتره الترند فيها كان الميديا باينج، ممكن دلوقتي الترند الاي اي اوتوميشن، بعد فتره الترند هيبقى حاجه ثانيه خالص. ما تمشيش ورا الترند. الشغلانه او المهاره اللي انت هتختارها دي حاجه انت هتقعد طول حياتك بتتعلمها وبتشتغل فيها، لازم تبقى حاجه انت حاببها، عندك شغف ومؤمن ان انت ممكن توصل لحاجه عاليه قوي بالمهاره دي. انا اخترت الاي اي اوتوميشن من قبل ما يبقى ترند، من قبل ما يبقى في حد في الوطن العربي حتى بيتكلم عنه، بالعكس ده انا بعد ما اتعلمته واشتغلت بيه اول شغلانه اللي هي في سبتمبر 2023 كان في الوقت ده تقريبا ما فيش واحد بس عربي بيعمل محتوى عن الاي اي اوتوميشن. ولو انت حاسس ان انت مشتت او مذبذب في مهارات كتير، انت ممكن تدخل على يوتيوب تاخد فكره عن كل مهاره وتقارن ما بينهم وتعمل جدول خاص بيك انت اللي تعمله لحد ما تختار مهاره معينه. لو عايز حاجه ادفانسد اكتر من كده انت ممكن تقدر تحجز استشاره معايا، هتلاقي لينك الاستشارات في الديسكربشن، ممكن نقعد مع بعض جلسه 1 اون 1 انا وانت نتكلم ونناقش ونطلع كل الحاجات اللي في دماغك علشان اقدر اقول لك ايه انسب مهاره ليك وايه الحاجه اللي انت فعلا هتبقى مميز فيها. تاني خطوه بعد ما اخترت المهاره بتاعتك ان انت تتعلمها، ومش بس تعليم نظري او فيديوهات تشوفها على يوتيوب، انت لازم تطبق وتعمل مشاريع وتبني البورتفوليو بتاعك. يعني وليكن مهاره الاي اي اوتوميشن انا خلاص اتعلمتها واخترت ان هو ده هيبقى طريقي، لازم اجيب مشاريع لنفسي حتى لو مش مشاريع حقيقيه من كلاينتس، واقعد اطبق واعمل بروجكت جاهز واحطه في سابقه اعمال او بورتفوليو، يبقى ده كل الاعمال اللي انا
اشتغلت عليها اي كلاينت يجي يكلمني يقول لي يا احمد وريني شغلك السابق، ابعت له لينك البورتفوليو ده يقدر يشوف كل حاجه ويقتنع ويشتغل معايا. ركز جدا انك تطبق بايدك وتعمل مشاريع، اهم من عدد الكورسات او الفيديوهات اللي انت هتبقى شايفها، واهم من الشهادات اللي الناس بتجري وراها. انا معايا شهاده معتمده وانا معايا، لا انا مش مهتم انت معاك شهاده ايه، انا مهتم المشاريع اللي انت اشتغلت عليها والحاجه اللي انت تقدر تعملها. ثالث حاجه وهي خطه واضحه. يمكن انا ما عانيتش قوي في الموضوع ده لان انا بطبيعتي من وانا صغير بحب جدا امشي دايما بورقه وقلم او نوت واكتب فيها خطط واعمل كل حاجه وابقى مجهز لليوم اللي بعده من قبل حتى ما اليوم يبدا. ولكن بما ان في ناس مش كده، فانا لازم اقول لك ما ينفعش تمشي كده عشوائي وتسيب كل حاجه كده وتصحى من النوم مش عارف انت هتعمل ايه. لازم تعمل خطه على الاقل للاسبوع. يعني انا مش عايز اكون اوفر مثلا، بس انا في الواقع والله العظيم دي حقيقه، انا بعمل خطه للسنه كامله في بدايه اول يوم في السنه. وخطه السنه دي بقسمها لاربع مرات او اربع مراحل، اللي هو كوارتر يعني الربع من السنه، الربع الاول من السنه اللي هم اول 3 شهور، والربع الثاني والثالث والرابع. خطه الكوارتر دي انا بقسمها لثلاث خطط، اللي هي خطه الشهر، شهر يناير، شهر فبراير، شهر مارس. وبمسك خطه الشهر دي بقسمها لخطه اسابيع بالاسبوع، وباجي كل يوم بعمل خطه اليوم اللي بعده. ففعليا انا ال 365 يوم بتوع السنه انا عامل لهم خطه. ممكن تبقى شايف ان دي افوره او تفاصيل كتير، ويعني الموضوع ده ممكن يبقى معاك بعض من الحق فيه، لان انا فعلا ببقى في خطط كتير جدا بتتغير لان انا مش عارف الايام فيها ايه والدنيا شايله لي ايه. بس انا دايما بحب امشي بخطه او برؤيه واضحه. انا لازم ابقى عارف انا اليوم اللي هنام واصحى تاني يوم هعمل فيه ايه. فملخصا للنقطه الثالثه دي، ان انت لازم يبقى عندك خطه كل يوم او خطه اسبوعيه على الاقل، عارف الاسبوع ده انت محتاج تنجز ايه في اقسام حياتك كلها. رابع حاجه وهي السوفت سكيلز او المهارات الجانبيه. مش عشان انت هتشتغل مثلا في الاي اي اوتوميشن فانت مش هتتعلم اي مهاره في حياتك غير الاي اي اوتوميشن. انت محتاج تتعلم حاجات تانية كتير زي التسويق، انت تسوق لنفسك، المبيعات، تقنع الكلاينت لما تقعد معاه في ميتنج، لو هتعمل بيرسونال براند محتاج تتعلم صناعه المحتوى، السكريبتنج، التصوير، المونتاج لو هتمنتج لنفسك في الاول. فانت لازم يبقى عندك الانفتاح ان انت هتحتاج تتعلم مهارات كتير جدا جانب المهارات التقنيه بتاعتك. وخليك دايما مقتنع ان انت عمرك ما هتتوقف عن التعلم. كل ما اتعلمت حاجه جديده تخش في اللي بعدها وتتعلم حاجه تانية. ولازم كل يوم يبقى عندك جانب كده في يومك، سواء ساعه او ساعتين على حسب تقسيمه يومك، ما بتعملش فيها اي حاجه غير ان انت بتشوف كورس او بتقرا كتاب او عامه بتطور نفسك في مهاره معينه. خامس حاجه ودي اهم حاجه، ازاي اجيب عميل. انا مش هطول معاك في النقطه دي لان انا بجهز فيديو هينزل لك قريب بعد الفيديو ده على طول، فيديو كامل مفصل عن كل الطرق اللي في العالم اللي تقدر تجيب بيها عميل. اظن كده انا عملت اللي عليا معاك، اديتك الخمس خطوات وجيت لك في اهم خطوه اللي هي الخمسه اللي ناس كتير اصلا بتعديها وبتقول فيها اي كلام. لا انا هعمل لك فيديو كامل يكاد يكون كورس كامل ازاي تجيب عميل فعلا بكل الطرق الممكن. فتاكد انك عامل سبسكرايب علشان اول ما الفيديو ينزل تروح له على طول وتبقى ماشي معايا في الخطه اللي انا اديتها لك. ان شاء الله توصل لكل حاجه انت نفسك تحققها وتوصل لارقام عمرك ما كنت تتخيل ان انت توصل لها. الجزء ده من الفيديو هيكون عاطفي شويه، بس انا حاسس ان انا عندي كلام عايز اقوله لك واعترف لك بيه. عارف برغم كل اللحظات بتاعه التعب والاحباط واليأس اللي انت بتعدي بيها في الرحله دي كلها، بس صدقني بمجرد اول لحظه انتصار لما يجي لك مثلا كلاينت او تمسك اول فلوس في ايدك، او لو انت بتصنع محتوى تلاقي فيديو فايرال وناس كتير بقت بتكلمك، مع اول لحظه انتصار صدقني انت هتنسى كل التعب وكل المعاناه وكل اليأس والاحباط اللي انت عديت بيه. الاحساس ده بيخليك ان انت عندك طاقه عايز تقوم تكسر الدنيا. انا كنت بتعب وانا بصور فيديو واحد، مجرد ما الفيديو ده يجيب لي ريتش ونتيجه انا عايز اقوم دلوقتي اصور 5 6 فيديوهات ورا بعض. فصدقني الطاقه والاحساس اللي بيجي لك ده يستحق او ورث ان انت تتعب علشانه وان انت تشتغل بالرغم من لحظات اليأس اللي انت بتمر بيها. في مقوله لاندرو تيت، والشخص ده سواء بتحبه او بتكرهه، بس انا عن نفسي انا باصص له عن جانب الشغل والعقليه والانتاجيه بتاعته. انا ماليش دعوه بحياته الشخصيه، وده عامه مبدئي مع اي شخصيه مشهوره. انا باخد منه الجانب الحلو بس واللي انا هستفيد منه، والجانب الوحش ده ماليش دعوه في، ربنا يحاسبه ودي حياته. فاندرو تيت من الناس اللي انا بستفيد منها جدا في الجانب بتاع البيزنس والمايند سيت، وان انت ازاي تشتغل كل يوم حتى لو انت تعبان ومش قادر تشتغل لازم تشتغل وتعمل اللي عليك. فالمهم في مقوله لاندرو تيت وهي you are never tired when you are winning. يعني انت عمرك ما انت تعبان او عمرك ما هتكون تعبان طول ما انت بتكسب او winning، ان انت بتعمل انتصارات. وفعلا انا مقتنع بده 100%. لو انت كل يوم بتصحى تلاقي مكسب جديد، كلاينت جديد، او حاجه بتفرحك، عمرك ما هتحس اصلا باحساس التعب ده. انت هتنسى الاحساس ده وهتحس ان انت عايز تكمل شغل وعايز تعمل اكتر لو انت فعلا شخص عنده طموح كبير وعايز يوصل لحاجه كبيره. فانا عارف ان انت عندك طموح كبير وعايز تحقق حاجه كبيره، فعشان كده انا مهتم جدا ان انا اجمعك بناس شبهك، او ان احنا كلنا نبقى نفس الناس اللي شبه بعض وعندها نفس العقليه وبتفكر زي بعض، نكون كلنا في مكان واحد. عشان كده انا عملت مجتمع ايربوت، وهو مجتمع مجاني تماما بس علشان كلنا نبقى في مكان واحد بنشارك بعض افكارنا، اللي عنده سؤال يساله، وكمان في نفس الوقت بشاركك فيه كل المصادر المجانيه، الكتب او الريسورسز او البي دي افس اللي انا بعملها. هسيب لك اللينك في الديسكربشن، اتاكد انك تعمل جوين للكوميونتي على واب، ولو عندك اي سؤال تقدر تساله لي هناك. بص انا لسه في اول الطريق،
ال 240,000 جنيه اللي عملتهم مش اكبر انجاز بالنسبه لي، الحمد لله على كل شيء في الاول وفي الاخر، بس انا طموحي وثقتي في ربنا كبيره جدا. انا اكبر انجاز بالنسبه لي ان انا خدت القرار وبدات في اول سنه ليا في الكليه، وان انا فضلت اتعب واجتهد في الوقت اللي فيه ناس مش حاطه الموضوع قوي في دماغها ومستنيه لما تتخرج تبدا تشوف حياتها العمليه والبيزنس والفلوس هيعملوا فيه ايه. فلو انت بتشوفني ووصلت معايا لحد اللحظه دي في الفيديو، نصيحتي الوحيده ليك هي ابدا دلوقتي. احسن وقت كان ممكن تبدا فيه هو امبارح، تاني احسن وقت هو دلوقتي. ما تستناش اللحظه المثاليه، ما تفضلش تقول لما ابقى جاهز هبدا، طب لما اخلص الحاجه اللي انا فيها هبدا. ابدا دلوقتي، حتى لو ساعه واحده بس يوميا تشتغل فيها، وصدقني بعد سنه من دلوقتي يا اما هتشكر نفسك انك بدات، يا اما هتتمنى انك كنت بدات من ساعتها. اعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولو عجبك الفيديو ده او نوعيه الفيديوهات دي عامه اكتب لي في الكومنتس، ولو عايز ان انا اتكلم في موضوع تاني معين اكتبه لي برضو، انا بقرا كل الكومنتس وباخد منها افكار للفيديوهات الجايه. وانا بشكرك وسعيد جدا انك وصلت لحد هنا في الفيديو، وفعلا لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتس، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.